ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأنا بالمناسبة للشباب اللي عنده عقوق والدين، هسه مو لازم القيامة والآخرة، بعد بحيل الآن ما نفكر أكو حساب وآخرة، بس عم يصدقوا ترى عقوق الوالدين يقصف العمر، ترى يقصف العمر. يعني إذا عمرك 30 إن شاء الله منه صفر يبقى 3 سنين. بس أنت اسأل من الله، أنت ادعي من الله للأبوين اللي شقد ما تأذيهم ما يرفعون أيديهم بالدعاء عليك، وإلا وحقق دعاء الأبوين لا يرد، وخاصة دعاء الوالدة إذا وصل بها حال الغيظ ورفعت إيديها للسماء. الله يشهد، أنا شفت موقف في منطقتي، الشتم أبوه وسبه ويعني تصرف ويا تصرف من بعد مشاكل كثيرة، فالرجل يظهر بلغ السيل الزبع عنده، طلع حافي القدمين ظهرا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. الأبو رجل كبير السن، راح حافي مشي للحضرة، ثقوا واعتقدوا ما وصل للحرم، بعد ما واصل عندهم رشاشة بالبيت، حصيلة الرشاشة اللي ثارت هو وزوجته اثنينهم بحادثة طويلة، يعني الرشاشة ثارت هيك مرشية وأخذها واحد بحركة بلعبة، انقتل هو وزوجته. رجع الأبو لقى بالمغتسل هو ومرته. عمي ترى الأبوين الله سبحانه وتعالى يقول من برني وعق أبويه كتبته عاقا. أنا مو بحاله، خلي يرحمها الأبوين اللي عنده اللي ربوه لحد ما شد حيله ومشى على رجليه. هو صاير آدمي لو مال أم والأبو، هو حاط رجله بالقاع، هو عارف المشكلة يعني. بس هذول بعض شباب ما متربين تربية دينية، ما متربي حتى مو لازم تربية دينية، عمي تربية أخلاقية. اكو اخلاق وقيم، يعني وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. هاي جابتك من لا شيء، حملتك 9 اشهر وسهرت عليك الليالي لحد ما شديت حيلك. هذا كانت انت نايم شبعان نوم بالكاروك وهي قاعده تصارع النعاس لانه بجنبك، لانك عندك وعكه، عندك فرد مشكله صحيه، عندك شيء. اما الان بمجرد شديت حيلك وصارت عندك مره، صارت الام تالي المره يعني. وهاي الاخلاق، هذا النبول، وبعدين انت ما راح تكبر. والمرة هاي اللي ما تنصف رجلها ما تقول له أنا بعد باكر عقبهم راح نكبر ويصيرون عندنا أولاد. ترى هم تصير عجوز، وهم تصيرون عندكم أولاد، وهم الأولاد يتعاملون وياكم هالشكل، وكما تفعل تجازى يا سيدي وحقك. هذا واحد راح للحج وبطريق الحج فرد يوم من الأيام قبل له امرأة، اختلال بامرأة قبلها، فرجع حادثة طويلة. من رجع سأل زوجته قال شلونك اخبارك؟ قالت له والله زينين وامورنا عدله والحمد لله، بس انا في يوم من الايام هذا رجل مؤمن متدين فلان من الناس رحت اشتري منه او جاب لنا فرد حاجه معينه، مديت ايدي اخذ السلعه منه قبلني. هذا عنده انفصام شخصيه مسودا شيء اول تالي، هذا محبني. قالها لا عنده انفصام شخصيه ولا، وانما دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه. الله يرحم شيخ عبد الزهر الكعبي يقول انا في يوم ببساتين كربلاء فايت عندي مجلس، فتت ببستان لقيت لي رجل شايب شاده ولد شباب على الناعور ويفر بالماء، مو بدل الحيوان يعني، يسحب بالماء ومن يتاخر الشاب يجي هذا، من يتاخر الشايب يجي الشاب يضربه. فانا يقول استفزتني هاي مساله مو انسانيه. قلت له منو هذا؟ قال ابوي. يقول من؟ قال ابوي. امسكت للشاب الشيخ رحمه الله عليه، يعني رجل بغيره الدين وشيء، امسكته يقول واذا شايب يصيح لي، قال لي لا شيخنا اتركه يا شيخ عبد الزهر خليه، لان انا شديت ابوي بهذا الناعور، أنا شديت أبوي بهذا الناعور. وثقوا يعتقدوا أنا ترى اللي من أسولف إذا إني واحد يضحك قبالي مثل ما يشتمني يعني. أنا ما جاي أسولف نكات يعني، جاي أسولف هموم ومشاكل يعني. إحنا يصل الحال للأم اللي حطتني بالكاروك المفروض أحطها بالكاروك، المفروض الأب اللي سهر علي وعاش وراح وجاب واشتغل وبليل وبنهار وبكد وبعناء وتعب، المفروض اليوم أوفر له هذه الراحة اللي وفر لي إياها في صغري. وإلا أنا خارج النبل، خارج الدين، خارج القيم، خارج حتى الشرف. والله ذرة شرف ما عنده اللي يقصر مع الأبوين.